مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والنرجس والريحان عليكم كامل اخوات. ربي يقدرنا ان شاء الله على الطاعه والعباده. طبعا اللي ما صلتش على النبي عليه الصلاه والسلام تصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كما متعودين دائما اخواتي واخوتي. اليوم بديت روتيني اليومي عادي بغسيل المواعين كما راكم تلاحظوا. وراح هنايا نخدم رفيس تونسي اللي معروفين به يعني في الجزائر كامل. هنا هذا هو المثال اللي راح نخدم به، وكما على بالكم بلي يعني الرفيس التونسي يتكون من التشيشه والغرس والسمن فقط. يعني السمن انت اختاري النوعيه اللي تحوسي عليها. انا شخصيا نستعمل السمن المدينه او بقال فقط لا غير. يعني ذوقها راح يجي هايل صراحه، ومش راح يتبدل عليكم الذوق تاع الرفيس التونسي. بما انه اولادنا يعني هذو نهارات راهم يمروا بايام يعني عصيبه وصعيبه علينا احنا ثاني، يعني بما انه رانا نحفظوا في ولادنا وقايمين بهم ايام تاع الامتحانات، فربي يقدرنا ويقدرهم ان شاء الله، وربي ينجح وليداتنا كامل يا رب العالمين. هذه هي يعني حنايا جهة ولاية مسيلة بالذات، بما أنه أنا نسكن في ولاية مسيلة بلدية سيدي عيسى. وأنا أصلي من منطقة عين الحجل، يعني منيش من سيدي عيسى في حد ذاتي. فاحنا سيدي عيسى أو عين الحجل الرفيس التونسي نديروه هكذا، نديروه بالغرس والسمن والتشيشة فقط. أما جهة بوسعادة وجهة سيدي عامر فيديروه بالحمار، يديروا له الحمار ويديروا له الفلفل الأسود طبعا. راح تجي منكه بالحروريه. احنا ما نديروش هذه الامور، احنا نكتفوا بالعادي جدا، يعني ما كان امكانيات بزاف، ما كان حتى حاجه بزاف. الغرس والتشيشه والسمن كما قلت لكم، يعني ما يديش حوايج يعني بزاف. كما راكم تلاحظوا راح يشد لك حتى اسبوع حتى 10 ايام. يعني ديري في بورتمونجي وتخبيه، وكي تحبي الصباح يعني كي تنوضي طيبي قهوتك طبعا توجدي سنيوتك لولادك وراجلك، جبدي حبات هكذا حطيهم في طبسي وحطيهم كما نقولوا عند الطابونه تاع الخبيز ولا الكانون تاع الخبيز، شويه هكذا راح يطلقوا، يعني يطلق هذاك الدسم اللي فيهم هذاك السمن، ويرجعوا عادي يعني بيد ما ينوضوا ولادك وراجلك ويوجدوا رواحهم. تكون هو صالح للاستهلاك. انا كما راكم تلاحظوا انا هنايا راجلي ولادي صراحه ما خلونيش كامل نخدم في غرضي. انا موالفه الغرس نقيه قبل ما نخدم اي حاجه، نقيه من كل شيء، نحي العلفه نحي الشابوات هذو كل شيء، وانما في هذه الخطره ما هداونيش كامل نقيه في غرضي. ما كنتش صراحه راح نصور، ومن بعدها تراجعت في قراري. على بالكم كنا الزوج منا يخطف، الاولاد منا يخطفوا، واحد يشد لي منه واحد يشد لي منه، ما عندي ما نقول لكم، هرجوني هرجوني هرجوني، ربي يحفظهم ان شاء الله كامل. انا ننصح الاخوات يعني مين ذاك يعني يحاولوا يديروا حوايج تقليديه هذه، نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا يعني، والحوايج يعني اللي لقينا امهاتنا كامل يخدموهم. انا نشفى يعني الام تاعي ربي يرحمها كانت تخدم لنا مين ذاك تخدم لنا رفيس تونسي، تخدم لنا المسكوتشات، تخدم لنا البسبوسه، قاطو الطابع هذا كان ديما يعني عندنا. ما شاء الله. بعد هيك كبرت انا طبعا، انا اللي شديت هذا الصوالح، وليت ديما انا القاطو حوايج هكذا الحلويات ديما في دي انا يعني الام تاعي جبدت روحها من هذا الصوالح يعني صراحه. ربي يرحمها ويرحم كامل الموتى ان شاء الله يا رب العالمين، ويجعلهم من اهل الجنه يا رب العالمين. هنا كما راكم تلاحظوا الرفيس بعد ما قلينا التشيشه نفرغوها وهي سخونه هكذاك على غرس. حاولوا انكم تحركوها بملعقه فقط يعني شويه، وهي تهفت السخانه هذيك وانتم بداو هكذا دخلوهم في بعضهم عفوا، حتى ان الغرس يعني كشغل يتخلط مع التشيشه يتجانس معاها، يولوا كشغل كتله واحده او خليط واحد. هنا راه سخون كما راكم تشوفوا فيه راه سخون، وانما انا كي تعودت مع الخبيز ومع الحوايج سخونه ومع الطعام وكذا سما عندي عادي يعني. اما لي ما تقدرش للسخانه تحرك بالمغرف يعني، هي ما كاش قد اليد يتخدم هو سخون يعني. كما قلت لكم هاني مره على مره نلقى العلف لانه ما خلونيش نقيه مليح. دوك راح نوري لكم طريقه يعني راح يتنحى لكم كامل العلف بسهوله تامه.
احنا كي نلحقوا هكذا نبداو ندخلوا في التشيشه في الغرس. طبعا عينك هي ميزانك. نحكموا السمن هنايا، نبداو نفرغوا بشويه ونبداو ندخلوا فيها في هذاك الخليط هكذا باليدين او براحه الكف تاع اليد. هنا تبدا الحبات تاع العلف هذوك تاع الغرس يتنحوا وحدهم يعني يتنحوا وحدهم فاسيلمون، ما تعيي معاهم حتى حاجه. مجرد ما ديري السمن راحين يبداو يخرجوا لك من هذاك الخليط تاع الرفيس. تجيك سهوله تامه يعني انك تنقيهم هكا تنحيهم. انا كامل تنحاول يعني صراحه ما قعدتليش حتى حبه تاع علفه ولا تاع دوك الشابو اللي يجوا في الغرس. هنا كما راكم تلاحظوا انا راني نخدم في نفس الوقت وراني نهضر مع ولادي، يعني صراحه هرجوا بيا ما خلونيش نخدم براحتي نهائي. راكم عارفين يعني الذراري كي يلقاو حاجه هكذا حلوه تتخدم هذاك وانت حلالهم. كما راكم تلاحظوا راني نحفل العلف تاع الغرس. قلت لكم يعني يتنحى بسهوله تامه، يعني هو يخرج هذاك العلف مجرد ما ديري السم يعني او السمن راح يخرج وحده من الخليط يعني وتنحيه بسهوله. كاين اللي يديروا الدهن الحار وكاين اللي يحبوا يديروا قسمن وكاين اللي يدير قص زبده وكاين اللي حاليا عنده يدخلوا فيه حوايج واحده اخرى. انا شخصيا جربتها ولكن يعني ما لقتش استحسان مني صراحه. كاين اللي تزيد له العسل، كاين اللي تزيد له الحليب، وانما انا شخصيا ما ننصحكمش بها لاني جربتهم. الذوق نتاعهم ما يقعدش كما راه هكذا في الطبيعي. اما الحليب انا ما ننصحكش به لانك الرفيس هذا اللي خدمتيه بالحليب لازم يتكل في نهارو، ما تقعديش يعني يومين وثلاث ايام لانه الحليب هذاك راح يتفاعل وراح قادر يولي لك حاجه سامه. فهمتوا؟ ماهوش حاجه اللي تتخبى. لا خدمتيه بالحليب ما تخبيش يعني في نهارو يتكل. خدمي قيس ما تاكلو فقط يعني ما تخبيش. انا هذه الكميه اللي خدمتها كيلو غرس وكيلو تشيشه، يعني خليت منه تقريبا نصف الكيلو. درت لي قيمه يومين وحنا ناكل. ياكلوا شنو ياكلوا كل وقت، ما عندناش هذه تاع الصباح والعشيه. ياكلوا من خواو ماما هاتي حبه ماما هاتي حبه ماما هاتي حبه. راكم عارفين يعني ما شاء الله. راح نشوفوا الكميه اللي خدمتها لي من الاخر. هنا نشوف فيه يتماسك. هذه الحبة بالذات يعني هرجني راجلي، جا من هي يشم الريحة جاي يجري جاي يجري. عطيتها له ياكلها باهي خطيني. هنا راني نخدم ولادي راهم دايرين حالة كل واحد يقول لي اعطيني شوي اعطيني شوي اعطيني نذوق اعطيني كذا. يا ودي ما نحكي لكم مش ميزيرية كحلة يعني تمر كل شيء تبقى غير الذكريات. صراحة الإنسان يكبر ويعود يتفكر يعني أيام زمان كيف كان وليداته كيف كذا، يعني يعود يتمحن الأيام زمان، يعود يقول يا ريت ترجع لك الأيام إن شاء الله. ولكن للأسف اللي يروح ما يوليش، واليوم اللي فات ما يزيدش يرجع. فاغتنموا الفرص يعني وعيشوا حياتكم
كما كتبها ربي وبما يرضي الله طبعا. اكيد يعني. فانا ننصحكم يعني عيشوا اللحظه، عيشوا الساعه، عيشوا الوقت، يعني عيشي لنفسك انتي وليداتك من باب سكنتك، ما على بالك حتى بواحد الهيه. اخزري وشوفي قال كل وليداتك، الناس الاخرى ما على بالكش بها. الله يسهل على كل واحد، كل انسان حر في حياته يعيشها كيما حب، الله يسهل عليه هكذا. فاغتنموا الفرص وعيشوها يعني بما يرضي الله، وفرحوا وليداتكم. وش نقول لكم، يعني يجي نهار يعني اللي تبداو تتفكروا في الذكريات انت وزوجك ولا انت واولادك هكذا كي يكبروا، تتفكروا يعني وتتمحنوا على ايام زمان، يعني ذكريات تعودوا تقولوا يا لو كان الدوم. يعني صدقوني الوقت اللي راه جاي زيد يصمات اكثر واكثر. يعني هذا الوقت اللي رانا فيه عندنا حنايا الكبار هذو رانا صامت، بصح الايام اللي جايه والسنين اللي جايه نعودوا نتمحنوا على هذا الوقت نتشهوا فيه صراحه. عيشوا واغتنموا الفرص واشبعوا من بعضكم، وعيشوا الدنيا كما حبها ربي وكما كتبها ربي من فوق 7 سماوات. وحنوا على وليداتكم وحنوا على بعضكم طبعا. وكل واحد يعني خصوصا تهلاو في والديكم، يعني في والديكم تهلاو فيه بزاف بزاف. وهذا هما دعوة الخير يعني بالذات من الوالدين اي حاجه تتعوض الا الوالدين والصحه والوليدات. نقدرش عليكم بدها قاعده في الحياه. ربي يرحم اللي ماتوا، والحيين ربي يطول في اعمارهم ان شاء الله، ويفرحهم وليداتهم ان شاء الله يا رب العالمين. انا كما راكم تلاحظوا راني بديت نخدم في هذا المثال او المول تاع السيليكون. هذا المول انا شخصيا جبته، ما نكذبش عليكم، جبته من عند مرت خويا، قلت لها هاتي نخدم به حاجه ونرجعوا لك. ربي يحفظها ان شاء الله، ام حفيظه، ربي يحفظها ان شاء الله. دائما يسمعنا اخبار الخير يا رب العالمين ان شاء الله يا رب العالمين. ربي يطول في اعمارهم واعمار والديها ان شاء الله يا رب العالمين. هنا كما راكم تلاحظوا هنا خدمته، هذا هو الشكل النهائي. شوفوا يعني هشيش ما شاء الله يعني، ومعمر يعني بالسمن الله يبارك يعني صراحة. نكذبش عليكم، جربوه راح يعجبكم. سلام.